حكايتنا النهاردة بتحصل كل يوم. غرور الغنية وطيبة الفقيرة. اتنين أصحاب في المدرسة، لارا الغنية وفاطمة الفقيرة. من يوم ما الدراسة ابتدت كل يوم لازم حوار يحصل بينهم. دايما لارا بتغلس على فاطمة وتعايرها بفقرها، بس فاطمة كانت واعية وبتركز في مذاكرتها ومستقبلها، وده كان بيبان في أي منافسة بيتحصل بينهم في المدرسة. دايما فاطمة المتفوقة الذكية اللي الكل كان بيحبها لطيبتها. وقت الجامعة بقى ابتدت العلاقة تتطور بينهم أكتر وأكتر. لارا كانت معتمدة على فلوس باباها وما بتهتمش بالمذاكرة، عكس فاطمة اللي كان عندها هدف تتفوق وتتخرج وتعمل ليها اسم ومستقبل. لارا دايما بتقلل من إمكانيات فاطمة، مع إن من جواها عارفة إنها أشطر منها، وده كان واضح من كل المسابقات اللي بيدخلوها قدام بعض. اعملوا لايك وسبسكرايب وشوفوا هيحصل إيه. فكرت لارا تقنع فاطمة إنها بتهتم بيها عشان تحاول تعطلها وتخليها تفشل بسبب الحقد اللي جواها، وابتدت فعلاً تشارك معاها في كل حاجة، الدراسة والمشاريع والحفلات. بس برضو فاطمة اللي بتظهر في الصورة والاهتمام كله عليها، ولارا تعقدت من الموضوع ده والحقد زاد جواها. لحد ما في يوم الدنيا اتغيرت تماماً. شاب ابن ناس وراقي وشيك، طبعاً لارا كانت عايزة تكسبه عشان عجبها، وبرضه ما كانتش حابة إن فاطمة اللي تكسب. بس شادي كان بيحب المذاكرة ومجتهد زي فاطمة، وده ضايق لارا. دخلوا تحدي هما الاتنين مين هيكسب قلب شادي. لارا جميلة بس غرورها زيادة، فاطمة فقيرة بس طيبة ومحبوبة. وفي يوم شادي صارح فاطمة إنه معجب بيها، وسمعتهم لارا. حاولت تبين إنها طيبة ومبسوطة بيهم وتشارك معاهم المذاكرة والأنشطة في الجامعة، بس من جواها مش حابة فاطمة وعايزة تاخد مكانها، فكانت بتتقرب من شادي شوية شوية. بس ما كانش مديها أي اهتمام، وكان كل تركيزه في مستقبله مع فاطمة عشان عارف إن لارا مش كويسة ومغرورة وحقودة. الجامعة بتخلص، النجاح والمستقبل مستني فاطمة وشادي. لارا مش فارقة معاها عشان فلوس أهلها. وفي اليوم الموعود شادي قرر يطلب إيد فاطمة قدام الناس كلها. لارا اتصدمت وانهارت ومش مصدقة إنه فضل فاطمة عليها. ما كانتش عارفة إن مش كل حاجة الفلوس، المهم التربية والأخلاق. فاطمة كسبت شادي ونجحوا سوا، لارا خسرت برضو كل حاجة عشان غرورها.